في خطاه حكي ورواية، وبين ثنايا حديثه سرد وحكاية، خطى مرت من هنا وتركت أثرها في المكان، مقام سكنته البركة ومرت به القلوب قبل الأقدام، فصارت شاهدا على زمن لا يزال حيا، يحكي لمن يمر ويصمت لمن لا يسمع، فصار فيه الزمن صلاة لا تنتهي. ما إن تطأ القدم عتبة زاوية سيدي حمزة حتى يغريك الوجد بأنك في حضرة المقام المبارك، تارة ترتع عيناك في سحر جمال المكان، وتارة تسري بك الطاقة الروحية كنسيم فيض يفتح أبواب السر الخفية، فتسأل النفس في لحظة الفناء أيهما أولى بالقدم، الروح التي ترقى إلى الحق أم العين التي تبحث عنه؟ مرحبا بكم هنا في زاوية سيدي حمزة إقليم ميدالت. بالنسبة لهذا المكان اللي كنتواجد الآن فيه دابا هي المقر ديال الزاوية العياشية القديمة. هذه هي المنطقة اللي تأسست سنة 1634 ميلادية، 1044 هجرية، على يد مؤسسها سيدي محمد بن أبو بكر، وهو المؤسس الحقيقي الفعلي لهذه الزاوية العياشية أو الزاوية الحمزوية. فهذه الزاوية تأسست من أجل إطعام الطعام وإعطاء الأوراد للموردين واستقبال أبناء السبيل. فهذه الزاوية تأسسها سيدي محمد بن أبو بكر بإذن من شيخه أبو بكر الدلائي، اللي هو الشيخ الطريقة الزاوية الدلائية. هادشي بداية القرن الحادي عشر الهجري، القرن السابع عشر الميلادي، بداية الدولة العلوية الشريفة، نهاية الدولة السعدية، نهاية أحمد المنصور الذهبي. بالنسبة لهذا الجامع اللي كنتواجد دابا هذا الجامع ديال سيدي محمد بن أبو بكر العياشي، اللي هو اللي بناه في سنة 1050 هجرية، حيث الزاوية تأسست في 1044 هجرية والجامع تأسس في 1050 هجرية. وملي جاء أبو سليم العياشي اللي هو عبد الله بن محمد بن بكر، وهو اللي وسعوا، وكان كيدير 7 ديال المجالس ديال العلم في النهار من صلاة الصبح إلى صلاة العشاء. ومؤخرا تدار ليه الترميم على حساب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية سنة 2000 كما أظن 2018 و 2019. ما إن تشيح ببصرك لحظة عن تاريخ زاوية سيدي حمزة حتى يباغتك الحاضر بحضوره الوادع، فتتكشف أمامك فسحة القرية الرحبة باسطة أجنحتها لحياة تمشي على مهل. هنا لا تعلو العمارة على الجبل، بل تصادقه، تتكئ عليه في توازن حكيم، كأن الحجارة تعلمت من صمته معنى الثبات. يعني البني ديال المنطقة يعني
يعني مازال محتفظين بداك البني ديال القديم. يعني راه كاين في الدوار القديم هنا قلت لك اللي مازال تاعقل تابوت مبنيه بالتابوت عاقله على 800 سنه. يعني راه كتشوفها راه دابا حاليا بهذه التكنولوجيا بهذا الشيء هذا ما يصبرلكش تبني سميتو تيعطيو كاع 70 عام بيطون ارمي يعطيوه 70 عام هي صافي كينضغر. يعني هاد التابوت راه صابره 800 سنه مازال كتعقل. يعني ومازال هاد الناس محافظين على هاد الشيء هذا. آسرني نظافة أهل القرية اليومية أمام البيوت كمرآة صافية تعكس نقاء الوجود. وحنا كنخدموها كنبنينا على صنعتنا الظاهرية، لا من الوالدين ديالنا ولا من الأولاد ديالنا، وكرهنا حنا هاد الصناعة يقوم السكان، وتكون ظاهرية في حاجات تغرب. كنتمناو من الزوار لا من البهار ولا من المعارف، كنتمناو منهم يجيو يزورونا يعرفو كيفاش ديالو شحال من حاجة عندنا. حنا هنا مدينة جبال ما كيعرفنا حتى شي واحد وسط الماء وسط الأرض الظاهرية، وكنتمنى ليهم يجيو يزورونا يعرفو كل المواعيد ديالنا. السلام عليكم. هي منطقه كتمتاز بالطبيعه ديالها الخلابه، الطبيعه الماء الثلج والصيف التغربه مزيان بخير. المهم كاين ما يتشاف كاين ما سميتو. كاين عاوتاني مآثير تاريخيه الا بغينا نهضروا عاوتاني على واحد الكديه سميه ديالها عبد المؤمن 45 دقيقه كطلعي الفوق. المهم منها الرياضه منها، ولكن ملي كتوصل تما الفوق يا عالم. ممكن ديري الرياضه ديال اليوغا، ممكن ديري سميتو يا عالم زعما شي حاجه فونتاستيك. انا اللي مولف هنايا كتجيني يا سلام. وكان عاوتاني الجبل اللي بغى لي روندوني ديال الجبل عاوتاني كاين اللي تيحبوا المشي ديال الجبل سميتو. كاين العلو ديال 3740 كيلومتر 40 متر 3747 ديال العلو ديال هذا الجبل هذا. الا بغينا نهضروا عاوتاني ديك الراحه التقليديه وسميتو القصر القديم، يعني كيهضر على واحد التاريخ قديم يعني ديال 800 سنه. هذا القصر هذا ديال فازروف القصر القديم اللي تيهضر على واحد 800 سنه. الا بغينا نهضروا عاوتاني نشوفوا عاوتاني زاويه سيدي حمزه، يعني كاينه خزانيه معروفه، خزانه العياشيه معروفه سميتو بالكتب ديالها، معروفه على الصعيد ديال المغرب معروفه. يعني الجزائر كاين ما يتشاف. حين تشبع البطن مما لذ من طعام المكان والنفس من فسحة الحاضر، تمضي في دروب القرية بخطوات هادئة، تشعر أنك لا تسير في طريق فحسب، بل في أثر قديم من آثار القلوب التي مرت من هنا طلبا للسكينة والقرب. بالنسبه لهذه الاضرحه اللي كانت تواجد دابا حنا قدام الباب ديالهم، اللي هو هذا الضريح ديال ابو سليم العياشي، وكاين المؤسس اللي هو سيدي محمد بن ابو بكر راه كاين لداخل، وكان ديال سيدي حمزه اللي هو الابن ديال ابو سليم العياشي، وكان سيدي عبد الله بن حمزه اللي هو الابن ديال سيدي حمزه بن عبد الله. هادو هما الاولياء الصالحين اللي دازوا في هذه الزاويه العياشيه.
في رحاب زاوية سيدي حمزة، حيث تصغي الأرض لنبض السماء في صمت عتيق. تنمو البركة بين الأعشاب والتفاح والجوز، وتجري المياه كأنها ذكر خفي. هنا يمتزج الزرع بالروح، ويتعلم العيش سره القديم أن الجمال طريق إلى الخالق. درنا شي مصالح ودرنا مقر ديال التعاونيه، ودرنا واحد المحل ديال درنا فيه واحد القهوه كريناها، ودرنا واحد المحل كريناه صحابي الحليب. المهم حنا وخدمنا السواقيه، ودرنا واحد الطاحونه درنا واحد الطاحونه باش الناس يستافدوا، باش يستغلوا ما يحلفش يمشيو للريش يطحنوا الزرع ديالهم هنا ويديروا الحليب ديالهم هنا، واي حاجه ابي سالم العياشي راه توفاتهم تما. ايوا الناس هذوك ماشي يستمروا في المشاريع ديالهم ويمشيو يخدموا. الشباب خصهم يمشيو لقدام، خصهم يشوفوا الشباب دابا شنو دار الاولين ديالهم، خصهم يمشيو لقدام، ماشي نبقاو في واحد العصر دابا نبقاو نتساووا. خصك سير تخدم، سير دير المشاريع ديالك، سير تخدم. هذا هو الهدف ديالنا، باش الشباب يوصل للمرحله ديالو. باش ما حنا دابا غير واحد الوقت راه دابا الفتره ديالنا دابا مشات كتكبر ومشات، وإن خصو الشباب خصو يشدوا معنا دابا يزيدوا لقدام ان شاء الله. في الخزانة العياشية التي تضم إرثاً تاريخياً عريقاً، سمح لي بالدخول، لكن دون كاميرتي التي بقيت في انتظاري خارجاً. بالنسبه للمكتبه، هذه المكتبه العياشيه اللي هي المكتبه الحديثه اللي بنتها وزاره الاوقاف سنه 2010 وتدشنت في سنه 2018. وشكون اللي قام بسميتو بالاشراف ديالها هي وزاره الاوقاف والشؤون الاسلاميه، حيت المكتبه كاينه في الزاويه القديمه اللي شفنا قبيلات في كاينه. وقفنا على حساب الانهيار داكشي ديال الدربه وداكشي، وحولناها لهذا المكان وبنات لها وزاره الاوقاف والشؤون الاسلاميه. المخطوطات اللي كاينين في المكتبه العياشيه ومكتبه ابي سليم العياشي، كاينين المخطوطات ترجعوا للقرن ال11، كيرجعوا للقرن ال16 الميلادي. وكاين المخطوط اللي عنده، كان المخطوط اللي عنده 900 سنه، كاين اللي عنده 1100 سنه، كاين اللي عنده 800 سنه، كاين اللي عنده 700 سنه، على حسب الاقدميه ديال المخطوط. حيت العلماء ديال الزاويه العياشيه كانوا كيسافروا للمشرق وتيجيبوا المخطوطات وتيشريوا وتينسخوا وتيالفوا. غادرت زاوية سيدي حمزة، لكنني أدركت أن بعض الأماكن لا نغادرها أبدا لأنها تسكننا.